يصون كرامتهم، وسلام يحفظ عزتهم. هذا الشعب ناضل 30 سنة ودفع من دمائه الغالي، ودفع عن حرية مهر أبنائه. اليوم أيها الإخوة يطلب منا أن نتنازل عن كل ما بذلناه من المجاهدات، ويطلب منا أن نسكت عن إهدار كرامتنا وإنسانيتنا. صحيح نحب بلدنا ونريد أن ترجع إلينا كل قطعة مغتصبة من بلدنا. هذا النظام أيها الإخوة فرط في الأرض الإريترية سنوات طويلة، كانت بادمة خارج إريتريا، ومع ذلك علق كل مشاكل الشعب الإريتري على تلك القطعة. اليوم انتهت المشكلات، ماذا أنت فاعل أيها النظام؟ لا سلام، وتحت الأرض أناس مغيبون من 27 سنة، علماء ومشايخ ومناضلين وأطفال ونساء مغيبون يعيشون تحت الأرض. لا سلام، ودموع الأمهات تزرف. لا سلام، وهذا الشعب مشرد في الخارج. لا سلام، وشعبنا في معسكرات اللاجئين في السودان، في جيبوتي، في اليمن، في إثيوبيا، مشرد يصف التراب في الجوع والعطش. لا سلام فوق جراحات هذا الشعب. إما أن يكون سلاما للجميع، وإما لا سلام يا سياس. أن تقول للناس ارجعوا، لا نرجع أبدا إلا بكرامتنا. سوف نعود لهذا الوطن مرفوعي الرأس موفوري الكرامة. لن نعود تحت جزمتك يا سياس، سنعود هذا البلد ونحن أحرار. ولذلك وقفنا اليوم هذه الوقفة المجيدة في بداية الفاتح من سبتمبر. وقفنا لنقول أن ثورة شعبنا مستمرة، أن تلاحم شعبنا مستمر. ما أدعوكم إليه يا إخوة